السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه بارادي دوغو. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وصفتنا ديال اليوم غتكون عباره عن ارز مفور بالخضر والدجاج. كيجي رائع، كيجي لذيذ، وغنشوفوا طريقه التحضير خطوه بخطوه ان شاء الله حتى المبتدئات تنجح لهم الوصفه. نمشيو على بركه الله نشوفوا المقادير والطريقه. انا خديت هنايا واحد الكميه ديال الصدر ديال الدجاج. ممكن ديروا الدجاج اللي عندكم، مثلا ديروا فخيضات او ديروا جناوح او اللي عندكم. ممكن انكم تخدموا به هاد الوصفه. عندي هنا 3 الفصوص ديال الثومه شويه صغار، كنحكوهم وكنحكو واحد طريف ديال سكينجبير طري. الا كان عندكم غديروه في التتبيله، ما كانش عندكم ديروا سكينجبير جاف، ماشي مشكل. معلقه ديال الخرقوم بلدي، نص معلقه ديال البزار، الملحه وشويه ديال التوابل ديال راس الحانوت اللي فيها بسيبيسه وقعقله والقرفه والقرنفل. الكوزه فيها كنظن 7 ديال التوابل، راه فيت لي درتها معاكم. شويه ديال لا موطارد، وهذا زيت الزيتون اللي غنطلقوا به هاد التتبيله. الا كنتو غترقدوا الدجاج عندكم الوقت فبلا ما ديروا الزيت، يعني رقدوه في التوابل مباشره. وهنا كنضيف القزبر ومعدنوس مقطعين، وغادي نخلطوا هاد التتبيله. غنضيف شويه ديال السمن، وإلا عندكم حتى الزعفران الشعره ديروه. انا هاد السمن عندي مصاوب بالزعفران الشعره. صافي، وكنتبلوا الدجاج، من بعد ندخلوه للثلاجه ونكملوا باقي المراحل. كناخذ واحد الزلافه ديال الارز، المهم الكميه ديال الارز على حساب الرغبه ديالكم. انا درت زلافه اللي كنسلقوها نص سلقه مع شويه ديال الملحه، ما نسلقوهاش بزاف يعني ماشي طيب مزيان، لان مازال غادي نفوروه غير نص سلقه. وهنا خديت جزره، قرعه خضراء وفلفله حمراء اللي غادي نقطعوهم كلهم مربعات. انا هنا هاد الخيزو حيت ليها القلب، ونقطعوهم مربعات اللي يكونوا صغار. بالنسبه للارز ملي يتسلق نخليوه يتقطر مزيان من الماء، يعني ما يبقاش فيه الماء، نحاولوا ما تبقى فيه حتى قطره ديال الماء كما كتشوفوا هو هذا. انا بعد ما سلقته غسلته باش كتحيد منه هذيك النشا اللي كتكون فيه. صافي، ودرتو هنايا مع الخضر، وغنضيف ليهم التوابل اللي بقاو. كنخلطوا كلشي، وهنا زدت واحد شويه ديال الملحه، لان هاد الوصفه راه ملي كتفور تقدر تجيكم ناقصه شويه من الملح، يعني حاولوا تذوقوا قبل ما تفوروها. صافي، هنا الملح اللي زدت، وغنزيد زيت الزيتون كذلك، او زيت عادي الا ما عندكمش زيت الزيتون، غير هو راه كيجي لذيذ في هاد الارز. صافي، وغادي ناخذ كسكس غنديروا فيه. درت انا تقريبا نص الكميه ديال هاد الخليط، وغنستف الدجاج. وغادي نكمل نغطي بالكميه اللي بقات ديال الارز. هنا يكون الماء كيغلي اللي غادي نفوروا عليه، يكون كيغلي، يعني ما يكونش بارد باش نربحوا الوقت. صافي، كنقادو هذاك الارز من الفوق، وانا غنغطيه بواحد المنديل. علاش؟ باش ما ينزلش لينا الماء ديال هاد الطبسيل اللي غنغطيو به، باش ما ينزلش على الارز وينزل لينا هذيك التوابل. يعني كنغطيوه بمنديل بحال هكا، وكنديروه يفور. كنخليوه حتى كيطيب هذاك الارز، يعني ذوقوا وشوفوا. تقريبا كياخذ واحد 40 دقيقه تقريبا. وكنقدموه بالصحه والراحه. انا هنايا كنقفل هذاك الكسكاس بهذاك الورق اللي كنتقداو فيه. كنقفل عوض ما ندير بلاستيك، الطريقه اللي كتكون شويه صحيه اكثر.
وهنا بعد ما فار كنذوقوه وكنشوفو الا هو هذاك صافي كنقدموه بصحه وراحه. هذا هو الشكل ديال الطبق ديالنا، كيجي لذيذ وكيجي خفيف، وكما شفتوا راه طريقه سهله ديال التحضير وغير مكلف. ممكن تزيدوا مع هاد الخضر حتى جلبانه الى عندكم. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفه جديده باذن الله.